يا هلا يا هلا يا مرح، ازيكم يا جماعة؟ كلامي موجه للأمهات مش الآباء، يعني مش الأبهات. الأبهات الله يكون في عونهم، شغالين مش فاضيين. كلامي للأمهات. اللي هو إيه؟ ما تربيش ابنك كويس، أو ما تربيهوش تربية كاملة. يعني ايه؟ ما تتكيش على عيالك قوي وتربيهم وتخليهم بيرفكت او كاملين. سيبي حبة للشارع. اسمعي مني. اسمعي مني. اسمعي مني كلامي عن تجربة. سيبي حبة للشارع. سيبي مساحة مع ابنك او بنتك للشارع، لان هينزلوا الشارع، هيتعاملوا مع ناس. خليهم معتمدين على نفسهم. خلي اعتمادهم مش عليكي، او مثلا ما تخليش حياتهم كاملة. يعني ما تخليش كل حاجة مجابة، ما تخليش كل حاجة بيرفكت، ما تخليش كل حاجة هم عارفينها، مهما يكونوا عارفين كل حاجة منك طبعا او من البيت. لكن هيلاقوا معاملة تانية في الشارع. فخليهم هم يجربوا، خليهم هم ينزلوا ويشوفوا ويخربشوا في الحياة عشان يعرفوا يمشوا. ما تخليش بنتك تبقى نعم وحاضر وطيب، ما تخليهاش. ما تربيهاش تربية كاملة، بحيث انا مش بقولك ما تربيهاش، لا ربيها وكل حاجة. لكن خلي عندها مساحة ان هي لما تنزل الشارع تعرف تتصرف بنفسها، لان انت مش هتبقي معاها، انت هتبقي بره. يعني هي هتبقى بره وانت هتبقي في البيت مثلا، او في شغلك، او ايا كان في المكان اللي انت فيه. قصدي ان هي هتبقى لوحدها، فهتبقى محتاجة دعم. ان هي دعمتش نفسها، او ما عرفتش تتصرف مع نفسها. حقيقي مش هتعرف تتصرف. وهم الاطفال او الولاد اللي هم بيبقوا معلش يا جماعه عشان لسه تعبانه. اللي هم متربين تربيه كامله ما بيعرفوش يتصرفوا، وسهل جدا يضحك عليهم، وسهل جدا. فيعني خلي عيالك يبقى في مساحة شوية، ان هم هينزلوا الشارع، هينزلوا المدارس، هينزلوا الكليات، هينزلوا الحضانات، الكلام ده كله. خلي في مساحة انك تعرفي طفلك او تعرفي ابنك او بنتك ان في ناس تانية هتخش في حياتك، وفي اساسيات هتخش في حياتك، وفي تربية تانية هتخش على حياتك، تربية الاخرين يعني. فلازم انت تبقي عاملة حسابك، واخدة بالك ان انت عاملة حسابك مع بنتك او ابنك. تخليهم يعرفوا يتصرفوا كويس، يعرفوا يتصرفوا لوحدهم، يقدروا يقفوا في اي موقف مثلا يتحطوا فيه، بحيث ان انت لو مش موجودة يقدروا يسدوا. بلاش كل حاجة يا ماما، ده حصل، يا ماما ده حصل، يا ماما. لا، مش انت مش في الشارع هيقول يا ماما ده حصل، هي لازم تتصرف، او هو لازم يتصرف. فلازم تخلي ابنك او بنتك على قد ما هي انت هتربيها تربية صح، لكن لازم تسيبي عندها مساحة في تفكيرها وفي شخصيتها، ان لسه هتقابل ناس بجميع الطوائف وجميع الافكار وجميع العقليات. فاسمعي مني وبكرة تقولي انا قلت، لان فعلا حصلت معايا كتير مع اولادي.